حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شايفين حلاوة البقلاوة عاملة ازاي، وطعمها بجد يا جماعة كان خطير. طبعا نخش على الطريقة على طول كده بسرعة بسرعة. هنا بقى عملت اول حاجة الشربات، وحطيت كوبايتين سكر وكوبايتين مية، ونفس الكوباية اللي عملتي بيها السكر تعملي بيها المية عشان يبقوا زي بعض بالظبط. وحطيتها على النار، سبتها لحد ما غلت، وبعدين طفيت عليها، وطبعا ما قلبتش، هي زي ما هي. هنا بقى صينية دهنتها سمنة الاول او زبدة، وحطيت اهو. بصوا بقى الجلاش على حسب هو كام عدد هتحطي نصه، والنص التاني فوق. هنا بين كل رقين كنت بحط سمنة او زبدة برضو عادي، كل رقين حرفيا سمنة او زبدة اهو. يعني مثلا معاكي 16 ورقة هتحطي نصها، وكل ورقتين تحطي الزبدة، وبعدين بقى في النص تحطي الحشو. هنا الحشو كان معايا مكسرات بفستق، وحطيت عليهم شوية شربات صغيرين قوي. ممكن تحطي سكر عادي، بس احنا فضلنا الشربات، احنا كده كده عاملين شربات فعادي نستخدمه. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ بجد يا جماعة كانت تحفة بجد. هنا بقى هتحطي برضو كل رقين عليها زبدة او سمنة اهو. سهلة وبسيطة جدا يا جماعة، يعني حرفيا يعني سهلة جدا بجد. المهم برضو كل رقين تحطي سمنة لحد ما تخلص معاكي خالص اهو، زي ما شايفين. وبرضو تلففيها كده، متحطهاش كلها في حتة واحدة عشان ما تيجي تقفليها تبقى مظبوطة. هنا اهو زي ما شايفين. هنا بقى بعد ما خلصت الرقاق كلها قفلت، حطيت بس السمنة وقفلت، وبعدين حطيت برضو سمنة تاني او زبدة ايا كان، وقطعتها زي البقلاوة كده بالظبط. بقلاوة تركيا بقى ايه. سامعين الصوت يا جماعة؟ بجد تحفة. اتمنى تعجبكم، وما تنسونيش في كل جديد. يلا باي باي.